الرسالة بيتكلم عن الصراع ما بين الجينيريشن زد اللي هو الجيل بتاعنا وما بين الجيل اللي أكبر شوية اللي هو إكس. الرسالة الأولى في المسلسل بتقولك إن أنت ممكن توصل للي أنت عايزه بطريقتين، يا إما تسلك طرق نبيلة ودي هتاخد وقت أطول، يا إما طرق تانية غير نبيلة ودي هتأذي كل اللي قدامك عشان أنت بس توصل للي أنت عايزه. لو أنت سلكت الطرق النبيلة للوصول الناس هتحبك والناس هتحترمك وتعمل لك قيمة، لكن لو أنت وصلت بالطرق الغير نبيلة تكون نجحت في اللي انت نفسك تحققه بس محدش بيحترمك ومحدش مقدر وجودك ولا حتى عامل لك اعتبار في المكان. الرسالة رقم 2 ودي فاكت كونية انا بؤمن بيها قوي، يعني هي ان الحقيقة دايما بتكشف عن نفسها. مهما انت حاولت تختلق في قصص او تعمل مؤامرات او تشحن الناس كلها على بعضها، كل ده بينكشف حتى لو بالصدفة، حتى لو بتدخلات الهية، كل حاجة بتنكشف. رسالة رقم 3 الفضيحة هي الأسرع في الانتشار، لأن الفضايح بترضي النواقص البشرية، بتحسسهم إن مفيش حد أحسن منهم، إن كلنا كبشر ممكن يكون عندنا عيوب ونواقص. فلما يجي مثلا يتسرب فيديو أو صور لمشاهير مثلا، دي بتكون الفضايح الأسرع للتشهير، لأن هي بتحسس البشر إنهم مش لوحدهم اللي معيوبين. الرسالة رقم 6 اعتقد 6 اللي انت بتشوفه في الاعلام في السوشيال ميديا حتى لو متصور فيديو او حتى لايف ما بيمثلش الحقيقة بنسبة 100%. دايما في كواليس خفية والسيناريوهات محدش يعرف عنها اي حاجة. رسالة رقم 7 لو هتلاحظوا في المسلسل ان في اعداء بقوا صحاب وصحاب بقوا اعداء وصحاب بقوا اعداء، بعد كده من اعداء رجعوا تاني صحاب. فهي دي طبيعة الحياة، صاحبك النهاردة عدوك بكرة، عدوك النهارده صاحبك بكره. وصاحبك اللي انت عمرك ما شفت منه حاجة وحشة ممكن يقلب عليك في ثواني لمجرد ان هو غار نفسه في المنصب بتاعك. فدايما ما تديش ثقة لأي حد في الحياة، سواء قريب او بعيد او عدو او صاحب. المسلسل ده بالتركي اسمه حرب الطيور، هو مشهور في مصر بالطموح الأعمى، بس العنوان بتاع حرب الطيور هو الأقرب للواقع، لأن هو بيجسد بيئة العمل بأنها عبارة عن غابة وان احنا حيوانات بنتصارع للوصول. Derinlik hissediyorum sanki ve ormanda bir avcı tarafından izleniyormuş gibi.